حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة اتسمت بالإثارة وإهدار الفرص. فرض الأهلي سيطرته على مجريات اللقاء، وهدد مرمى الفريق المغربي في أكثر من مناسبة، خاصة عبر محمد علي بن رمضان الذي سنحت له عدة فرص محققة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن مهاجم القلعة الحمراء، لينتهي اللقاء كما بدأ بدون أهداف. ورغم التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة ويضمن التأهل إلى الدور التالي في المركز الأول، فيما تأهل الجيش الملكي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن يانغ أفريكانز صاحب المركز الثالث، الذي ودع البطولة رسميا. وبذلك يواصل الأهلي مشواره القاري بثبات، متطلعا إلى استكمال المنافسة بقوة في الأدوار الإقصائية.